قبل ما تتفرج على الفيديو ياريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل الجرس. معانا ان شاء الله في الفيديو ده شنيور هيلتي تكسير وتخريم الحوائط من شركة اي بي تي اللي موجودة في كل مكان وانتشرت انتشار سريع جدا بمعداتها الكتيرة. شنيور الهيلتي ده 850 واط. الفيديو ده صورته بعد استخدام للهيلتي اكتر من 6 شهور، وهوريكم في الفيديو تكسير السيراميك وتكسير الحوائط الاسمنتية. اول حاجة معانا علبة الشحم، دي مهمة بنشحم بيها البنطة وهي بتركب في الهيلتي. الكاوتشة المدورة دي بنركبها على الهيلتي عشان لو شغال في السقف وفي تراب بيقع عليك ما يدخلش في الهيلتي وانت شغال. بيجي معاه كيس شربون غيار على اللي موجود. نشوف علبة البونت، فيها مفتاح تركيب، فيها بنطتين تكسير، وفيها 3 تخريم. طبعا البونت بتبقى واحدة للطوب واحدة للخرسانة، ممكن البونت تشتغل مع الاتنين، بس الأفضل إن كل بونطة تشتغل بشغلها. في الهيلتي في حاجة حلوة قوي، فكرة تغيير مسكته وانت شغال بالإيد بتاعته. الإيد بتتحرك معاك، بتفكها وتعدلها زي ما انت عاوز وبتربطها تاني. مسكتها مريحة ولكن على فترات كتيرة متعبة عشان وزنه حوالي 5 كيلو. المحول الأحمر ده بيحول لي من تكسير لتخريم. خد بالك وانت شغال ومش واخد بالك، المحول الأحمر ده ممكن يتخبط أو يتزنق منك فيحول لوحده، وهتحس إن الشنيور مش شغال معاك. اتأكد دايما إنك ظابط المفتاح الأحمر على الشغل اللي انت محتاجه. البنط بتركب بالطريقة دي، انت بتشد لورا كده عشان تفتح قفل البنطة. البنطة ليها مجرى بتنزل فيها، هوريكم تجربتي بيه. من عيوب الهيلتي الاي بي تي 850 واط انه بيسخن لو اشتغلت بيه كتير كذا ساعة متواصلة، واظن ده ممكن ما يكونش عيب
عند ناس كتير. عيب في بونت الهيلتي انك ممكن مع الشغل البونت بتحتاج تتسنى او تتجلخ، وممكن تعملها بالصاروخ. وانت بتركب البونطة شد الكاوتشة دي لتحت عشان تفتح مجال ان البونطة تدخل مكانها بشكل سليم. ات- اتأكد من ربط الايد جامد عشان ما تتحركش منك وانت شغال بيها، لان ده بيحصل. شد البونطة وجربها بايدك بعد التركيب عشان تتأكد انها راكبة في مكانها كويس وما بتتحركش لا تنطر وانت شغال، وممكن تعور حد. من الحاجات اللي هتخلي الهيلتي يعيش معاك انك تشحمه وانت شغال بيه، وبعد ما تخلص شغل تمسحه من التراب بفوطة فيها جاز او زيت عشان التراب هيبهدله. ودي نصيحة في اي عدة هتشتغل بيها. قدرة ال 850 واط ما عجبتنيش قوي في الشغل الكتير. لو شغل كل يوم تكسير مثلا وكذا ساعة، فلو في مقدرتك تجيب ال 1200 واط يكون احسن لو هتشتغل كتير بيه. دي نصيحتي. بالنسبة للصيانة، أنا تعرضت لموقف إن البونطة طارت وأنا شغال بيها، واتضح إن في كوليه وقع منه فبيقفل القفل للبونطة، ورحت الصيانة في العباسية والحقيقة دفعت 50 جنيه كشف وصلحه السنيور. ما خدتش ربع ساعة والحمد لله. وقع مني هناك في المنطقة دي حوالي 130 جنيه، راحوا لصاحب نصيبهم. يلا بينا نكسر شوية سيراميك وتشوفوا الأداء بنفسكم. السيراميك بخلعه الأول عشان أشوف الأسمنت وأعرف أنحته من على الطوب. طبعا وانت بتكسر لازم تكسر بميل عشان ما تخرمش الطوب وتضعفه. هسيبكم مع باقي الفيديو عشان تشوفوا مراحل التكسير في السيراميك وفي الاسمنت. خد بالك وانت شغال على اي حيطه عشان الهيلث خداع، ممكن تكسر الحيطه وتتكسر منك. الله يكون في عون الجيران اللي بيسمعوا الهيلث وهو شغال. انت مش بتبقى حاسس بصوته العالي، بس هو لو انت ماشي في الشارع تسمعه لو شغال بيه في الدور السابع. ما تنساش تعمل لايك وتفعل الجرس لو استفدت من الفيديو او ما استفدتش. اعمل اشتراك للقناة. كان معكم محمود مسلم من قناة مودي سوبر اكس.